نستقبل هذا الاتصال الهاتفي من الكابتن المعلق القدير النجم الكابتن رؤوف خليف. كابتن رؤوف، نقول لك صباح الخير بتوقيت الدوحة. صباح الخير. صباح النور مشاهدينا الكرام، حينما كنت ضابط اوقاتكم بكل هو رؤوف خليف. مشاهدينا الكرام، يعشق المباريات وقالها الان بان الكلاسيكو افضل المباريات. اذا نبدا بتشكيله الريال. مشاهدينا الكرام، كايلور نافيس على راس المرمى، على اليمين هو كارفاغال، على اليسار البرازيلي هو مارسيلو، خلفي الدفاع الكابتن سيدو راموس مع بيب البرتغالي، وسط الميدان كازيميرو لقطع الكرات مع امير الكروات هو لوكا مودريتش، مع الدبابه الالمانيه توني كروس، على اليمين هو جاريث بيل، على اليسار صاروخ مدينه كريستيانو رونالدو، وبالمقدمه كريم بنزيما. اذا تشكيله البرشا مشاهدينا في بريد المرمى، على اليمين داني الفيش، على اليسار هو ألابا، بيكي مع ماسكيرون بقلبي دفاع، بوسكويتس مع إنيستا وريكيتيتش، وبالمقدمة الثلاثي لنسن ميسي نيمار وسواريز. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. ولكن أفضل ما علق عليه هذا الأسبوع رؤوف خليف سوليغاز يمر من أمام ديغو أغاتارا، يراوغ يتقدم ممتاز، يروح يتسدد، جول 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 جول. البشر كثيرون، تولع نار على الدار، نار نار نار. مشاهدينا الكرام، سوليغاز بكل الامتياز، يا سريع يا سلام، كسرها الجدار الألمانية. نوير في خبر كان الكرة بالشبكة الألمانية. كومودوس مدريد. مشاهدينا الكرام، سيميوني بالسلامة، هم رجال الاتلتيكو. ولكن يقولها دائما الرؤوف خليف المستحيل ليس ألماني. اولا نقول لك صباح الخير. خالد العبري صاحب احد اشهر الحسابات عبر الانستغرام في تقليد المذيعين الرياضيين تحديدا. شعورك الان وانت تقلد رؤوف خليف في وجه رؤوف خليف؟ حبيبي رؤوف خليف والله يحفظ لي الشرف. وانا كالعاده كل ما اقول له هو رؤوف خليف وانا خالد العبري. يعني هو نحن نقلده لان نحبه، مش ان استغل ان هذه مهنتي انا، لا، مهنته هو في التعليق ونحن نقلد صوته كوننا نحبه. يعني لا، يعني لو انا سويت معلق مستحيل اقلد رؤوف خليف. يعني كل حد معلق بصوته وبحنجرته، يعني هو حنجرته ذهبيه وما يصير انا اقلد صوته. كم تقيمه من 10 كابتن رؤوف في التقليد؟ اكيد يعني ما شاء الله الماده الخام موجوده. هو يعني ربما لو يبتعد عن التقليد في يوم من الايام اكيد يقدر ان يكون مشروع معلق، لأنه عنده النبرة في الصوت يعني تصعد تدريجيا مع التفاعل بالهدف وتحسه يعلق بغرام يعني. صحيح. والتعليق بدون غرام يصبح تأدية واجب. نعم. فلازم هذا الشرط يكون مطلوب في المعلق. خالد ابقى معنا على الخط. كابتن رؤوف، أحد المعلقين الآخرين تود من خالد أن يقلده الآن؟ لا يا شباب، اختار خامة صعبة يعني بعيدة عنك على أساس نشوف هل يقدر يقلد ولا لا. يوسف سيف مثلا؟ هو لو انه صعب تقليد محمد، لكن ممكن لو يسمعنا يوسف سيف. بس بشكل مختصر خالد، اذا ممكن تقلد يوسف سيف. بذكرك اخوي ابو خليف بهدف ضاع من زيدان، هدف قديم. اعتقد ان بورتيو هو القادم، هذا رونالدو، ويا سلام يا الله يا الله ما الذي يحدث امامنا. يا سلام يا سلام. وشوف وشوف والله يعلق وصفت، والله يعلق وصفت. يا سلام على زيدان، والان هو مدرب لفريق ريال مدريد. لا هذا مبدع بصراحه. هذا مبدع. على فكره عنده عصام، عنده لا لانه يعني يتاقلم مع كل الاصوات وبنفس يعني مغاير، مركز يعني تركيز عالي، لانه صعب يعني تقلد بهذه الطريقه يعني. وانظر الفارق في طبقه الصوت يعني ما بينك وما بين يوسف سيف. تغيير كلي يعني.
فعلا. وينجح فيه بامتياز. لا ما شاء الله عليه بصراحه. هذه شهاده جاتك من رؤوف خليف خالد هذا لازم العبري. يعني لو اقول بين معقفين يبتعد نوعا ما عن التقليد ويدخل مجال التعليق. يعني هذه شهاده لا انا جاتك اشجعه الآن. للامانه اشجعه. ورؤوف خليف يشجعك وواقف وراك على اساس تدخل مجال التعليق باذن الله. الله يوفقك، احنا كلنا ثقه حبيبي فيك. رؤوف خليف والله على عيني وعلى راسي. هذه امانه والله. تسلم والله يحفظ لي شد الشرف. حيلك يا خالد، شد حيلك. شكرا جزيلا لك خالد، صاحب احد الحسابات الشهيره عبر الانستغرام في تقليد المعلقين الرياضيين. نبدا بالاسئله من تويتر تحديدا.